باش نوريكم اليوم كيفاش تعملوا مقلوب من الألف إلى الياء، من الشاورما للمايونيز كل شيء كل شيء. باش ناخذ ستيك دو داند، ستيك دو داند راهو مش اسكالوب دو بولي، تنجموا راهو تعملوا اسكالوب دو بولي، نقصوا. أنا نخليه هكا يتجمد شوية في الكونجيلاتور باش يجيني شرائح جويدين. قد ما تقدروا قصوا الاسكالوب نتاعكم، تقصوه جويد، يجي باهي ويجي كيما الشاورما نتاع الشارع. وفوحته بالكدا بالكدا باش نحط المقادير كيف العادة مكتوبين في صندوق الوصف تحت الفيديو. وفوّحت. ويحب راهو يحب لفّاح steak de dinde كيما الدجاج وأكثر من الدجاج. ولازم الخل والقارص والثوم راهو حاجات لازمة باش يفوّح وينحي لكم هاكا الريحة نتاعو الخايبة. وباش نغطيه ونخليه على جنب يشرب شوية الفاح نتاعو. ومن بعد باش نحضروا الpâte نتاع المقلوب، راهي الpâte هذيا تجي مقلوب وتجي بيتزا تنجح على الآخر. باهي حطيت الفرينة وحطيت عليها خميرة وسكر وزيت زيتونة وعجنت بالحليب المرة الأولى، الكمية الأولى باش تكون بالحليب، والكمية الثانية عجنتها بالماء الدافي، بالطبيعة الحليب دافي والماء دافي. ومن بعد زدت الملح في وسط العجنان وعركتها بالكدا بالكدا وهي هكا شادة روحها. ومن بعد باش تقعد كمية صغيرة من الماء زدتها حتى لين تحصل على عجينة طرية. وزدت الزعتر هذا راهو تنجموا تزيدوا تنجم لا، يفوّح ياسر العجينة متاعنا. وباش ندخّل لك الماء ونعجنها كيف كيف نعركها بالكدا، كان عندكم عجينة تنجموا تستعملوا العجانة تسهّل عليكم. نعركها بالكدا بالكدا حتى نتحصل على قوام يكون يتلصق شوية شوية، مش جاري. شوفوا كيفاش باش نوريكم، يكون يتلصق دوبلاش مش برشا. باش نجيب من بعديكا البول نتاعي ندهنها بالزيت، وندهن العجينة نتاعي بالزيت، ونسكر عليها ونخليها تخمر. وتوا باش نتعداو نطيبوا الشاورما. سخّنت القلاية باش نحط كميات صغار نطيبهم باش ما يسيبليش الماء. نحطوا شاورما على النار عالية تطيب، ومن بعد نحركوها حتى لين تطيب بالكدا. المرة الأولى ما نحركوش جملة. ومن بعد نتعداو للمايونيز، جبت زيت نباتي وجبت معاه عظمة وعصرت عصرة قارص شوية ملح وشوية ثوم. وباش نحطوا الهاند بلندر في اللوطة. ومن بعد نبداو نعملوا هكا شوية نحسبوا العشرة، ومن بعد نبداو نهزوا بشوية ونهبطوا حتى نتحصلوا على قوام المايونيز. كان جاتكم يابسة تنجموا ترغفوها بالحليب كيفية وتتحصلوا على قوام وأبن مايونيز في الدار تنجموا تعملوها. والسلطة اللي باش نوريها لكم توا تزيد شطر في المقلوب، حطيت ليتيوس في النار قبرشتها وكرنب وبصل وطماطم. وباش نفوحهم شوية بزيت وقارص وملح وفلفل أكحل، تجي بنينة برشا. جربوها سلطة مفوحة في وسط المقلوب خير من اللي تحطوها راهو مش مفوحة. توا نتعداو لآخر إيتاب. العجينة متاعي خمرت والحجم متاعها تضاعف كيما تشوفوا، نطيحها هكا بشوية بشوية. وباش نقسمها قداش من كعبة كل واحد كيفاش يحب. أنا الكيلو طيّح لي 10 كعبات حسب التقريب، تنجموا 8 كيفاش تحبوها خشينة ولا جويدة. أما أنا طيّحت لي الكيلو 10 كعبات، دهنتهم بالزيت كيف هكا بشوية زيت مش برشا وغطيتهم وخليتهم على جنب. وتوا باش نبدأ نحل فيهم بالكعبة بالكعبة. الكعبات اللي باش نطيبهم في القلاية باش نعملهم بالزيت، تجيني المنظر متاعهم أحلى بالزيت. وبعديكا نحطهم في قلاية سخونة. الوجه الأول ياخد شوية هكا يطيب شوية، ومن بعد نحط عليه الشاورما والموتزاريلا ونغطيه حتى لين يذوب لي هكا جبن. ونقعد نقلب فيه بالطريقة هذه حتى لين يذوب الجبن ويطيب البات. شوفوا كيفاش تعمل الكيف راهو. كي تعملوها في القلية راهو تجي زادة بنينة برشا برشا. والكعبة اللي باش نطيبها في الفور، الفور سخّنته بالكدا هو والبلاتو نتاعو. نقّبت حليتها بالفرينة ونقّبتها بالفرييطة وحطيت الشاورما كيف كيف وحطيت الجبن. وباش نلفها هكا بالطريقة هذه باش تسهل عليَّ الهزال. وحطيتها في البلاتو سخون وخليتها تطيب، راهي ما طبطاش، تطيب فيسع فيسع، même pas 5 دقايق تلقاها طابت. شوفوا من اللوطة نتفقدوها نلقاها طابت. وباش نعملوها الgarniture كيما نحبوا. أنا حطيت هريسة ومايونيز وحطيت السلاطة اللي فوحناها، عملته simple ياسر بنين وعملت معاه فريت. ما نحكيلكمش قداه جا بنين بالحق. جربوه وباش يعجبكم برشا. والكعبة اللي عملتها في القلاية زادة راهي ماهمش نفس المطعم، نجم نقول لكم ماهمش نفس المطعم نتاع البات، أما الزوز ما تنجمش تخيّر واحدة على واحدة معناها الزوز ياسر بنان. أنتم تنجموا تجربوهم بالطريقتين. وعملت الgarniture كيف كيف. جربوا المقلوب على طريقتي وإن شاء الله يعجبكم. ونتقابلوا في وصفة جاية إن شاء الله.